وبركاته. نشكر قناة البي بي سي العربية. أنا حقيقة وقعت في يدي بعض الوثائق المهمة جدا تثبت إدانة الجزائر، الحكومة الجزائرية والخطوط الجزائرية والقوات الجوية الجزائرية. هذه الوثائق أيها الأخ الكريم تحمل اللي هي أرقام التسجيل الطائرات الجزائرية اللي هي تبدأ بحرف 7 تي، بالإنجليزي يقول 7 تانجو. الطائرات أنواعها اللي وقعت في يدي الآن 3 أنواع من الطائرات أو 4 5، خلينا نكون معك صادق. بالنسبة للقوات الجزائرية أرسلت طائرات اللي هي ميدانية لنقل الجنود ونقل المعدات والذخيرة وغيرها. أنا اللي وقع في يدي للآن من وثائق كثيرة جدا لم أبحث فيها كلها، لم يكن لدي من الوقت حتى. من أين حصلت على هذه الوثائق؟ حصلت عليها من مراقب جوي اسمه عبد الله التركي، هو الآن في بنغازي. أرسل لي هذه الوثائق وأنا تحدثت معه، فأرسل لي هذه الوثائق وأنا اطلعت عليها بحكم أنه هو أرسلها إلى إذاعة المنارة، إلى قناة المنارة اللي هي في سويسرا. أنا قناة ليبية، وهم استدعوني لكي أشرح هذه الأوراق. وأنا قدامي الآن بعض الأوراق تبين الآن مثلا على سبيل المثال يوم 25/2/2011 الشركة الجزائرية هي نعم شركة الخطوط الجزائرية أرسلت طائرة بوينغ 737-600 أرسلتها، وكانت هذه يوم 15، كانت رحلتها يوم 25 يوم 25/2 كانت من مطار الجزائر هواري بومدين، وعنده ريجستريشن يسموه فيه، عنده اسم بالايكاو، هذه الانترناشونال سيفل افيشن اورجانيزيشن، عندها اسماء تعطيها اسم رباعي لكل مطار يتكون من حرفين الاولات للدوله زي دي اي بالانجليزي، نقولوا له نحن دلتا الفا يعرفوا الطيارين، والفا جولف اللي هي بعد الحرف الثاني يبين المطار دي اي جي. هذين معناها لو انك تبحث في الجوجل او في تقول جوجل مثلا سيرش تبحث على ايكاو ريجستريشن ايربورت. طيب لا اريد الدخول في التفاصيل. نعم.